هنعمل النهاردة مع بعض فتة الشاورما السوري باللحمة. والتتبيلة الرهيبة للحمة هنعملها، والرز الأصفر والعيش كمان والصوص الطحينة. وهتنافسي بيها أكبر المطاعم من الطعم والشكل والريحة بتاعتها. ولو أول مرة بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا نبتدي. معايا كوباية صغيرة من الزبادي، ومن كل حاجة من البهارات ربع معلقة صغيرة، فلفل اسود، حبهان بودر، توم بودر، بصل بودر، بهارات مشكلة، بهارات لحمة، كزبرة جافة كمان، ومعانا حبهان بودر زي ما قلنا، وبابريكا، والملح طبعا حسب الرغبة. هنا انا حطيت يعني معلقة صغيرة كده من بهارات فتة الشاورما، وحطيت ليمونة كده كبيرة معصراها، وحطيت معلقتين كبار من الصويا صوص، وضفت كمان هنا ربع كوباية من زيت الزيتون او الزيت العادي. وهنا كده برش رشه كده من جوزة الطيب ببشرها زي ما انتوا شفتوها. هنا بقى جبت ربع كوبايه ميه دافيه، وهدوب فيها كده مرقه الدجاج، مكعب من مرقه الدجاج، وهقلبها كده. وهضيفها لو عندك مرقه دجاج عاديه اللي هي الفوريه، هتضيفيها على طول من غير ما تدوبيها في الميه. وهقلب بقى كل المكونات دي، بتديها كده طعم وريحه، بتديها تست حلوه قوي. هنقلبهم بقى مع بعض وكده. ده بقى ده شكلهم. هنا بقى معايا اللحمة، طبعا غسلتها وغسلتها وصفيتها، ودوت كيلو الا ربع كده من اللحمة. هقلبها اشربها كده من التتبيلة، وهغطيها بقى وهسيبها في التلاجة لحد ما نخلص باقي المكونات بتاعتنا. هنا بقى معانا العيش، هنبتدي كده نحمص العيش. والعيش طبعا بالكمية اللي انت حباها. وكمان بيبقى العيش الابيض بيديكي طعم برضو جميل قوي في الفتة. هبتدي بقى ان انا اقطعه بالسكينة كده بالطول، وبعد كده هعمله بقى ايه مكعبات كده بالعرض صغيرة. ولو كمان هتقطعيه يعني تقصيه كده بالمقص، بيبقى احسن معاكي من السكينة، بيبقى اسهل. هخلص بقى كل الكمية دي كده، وهبتدي ان انا هضيفها كده في الصينية. وبعد كده هاخدها بقى كده على النار، والنار تبقى وسط، وهضيف كده مكعبين من الزبدة، وهضيف رشة من الملح ورشه من البابريكا، ورشه من الفلفل الاسود. البابريكا هنا بتدي لها لون حلو، وايدك بقى فيها كده باستمرار في التقليب بيها كده لحد ما يديك اللون الجميل ده كده، وتلاقي العيش اتحمص كده معاكي ونشف. بصي بقى عامل ازاي. كده العيش جاهز معانا. هنعمل بقى صوص الطحينه، 6 معالق كبار كده من الطحينه، وهبتدي ان انا هدوبها كده بالميه. هديها كده الميه هتبقى حبه بحبه لحد دلوقتي كده ما هتشوفي شكلها هتبقى عامله ازاي كده معانا اهي. هنقلبها كده لحد ما لون الطحينه هيبقى معانا كده افتحت وبقت بيضه كده معانا زي ما انتوا شايفينها. وبعد كده هضيف واحده زبادي كده صغيره، وهضيف رشه من الملح عليها، وهضيف هنا هوت يعني معلقه كده صغيره من الخل، وهضيف كمان ليمونه كده انا عصراها، وفصين من الثوم. وهبتدي بقى ان انا ايه هضربها بالهاند بلندر، او ممكن تعمليها بكده بالمضرب اليدوي، او تعمليها يعني بايديكي، بس انا قلت اسرع بقى نفسي وعملتها كده بيها. وده القوام بتاعها. وكده صوص الطحينه بتاع الشاورما بقى جاهز معانا. هنبتدي بقى نعمل مع بعض الرز بقى بتاعنا. هنا بقى معايا عودين من القرفة، ومعايا هنا كمان الليمون المجفف، ومعايا ورق اللورة، ومعايا كمان قرنفل. وهنا اول كده ما تقلبيهم في الزيت والسمنه وريحتهم كده تطلع معانا التوابل المصححه. هنضيف بقى ملح، وهنضيف بابريكا، هنضيف ملح، وهنضيف كمان كركم وكاري. وضفت هنا مكعب من مرقة الدجاج، وهقلب بقى كله كده مع بعضه. اول ما الريحة كده تطلع معانا، هنبتدي بقى ان احنا نحط الرز البسمتي. طبعا بتبقى غسلاه ومصفياه، وكل كوباية من الرز البسمتي عليها كوبايتين من المية. وهبتدي بقى ان انا اقلبه كده في كل البهارات بتاعتنا دي كده لحد ما يتغلف بالسمنة، والمية بتاعتنا تبقى مغلية. يبقى لكل كوباية من الرز البسمتي عليها كوبايتين من المية. هديله كده تقليبة بقى، وهغطيه. الكمية دي كده انا عملتها يعني، والبهارات دي كلها اللي انتوا شفتوها معايا دي كده لكمية كيلو رز من البسمتي. تمام.
هنا بقى خلاص غلى معايا وابتدى ان هو هيشرب الميه بتاعته، عطيته تقليبه ووطيت عليه النار وهسيبه بقى لحد ما يستوي. هنا بقى هنبتدي بقى نعمل ايه، شاورمه اللحمه. هنا كده معايا حتتين من الدهنه كده اهوت، وسبتها كده وشوحتها شويه لحد كده ما ريحتها بانت معايا، وبعد كده ضفت الزيت زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا الدهنه دي كده بتديكي ريحه وطعم حلو قوي لفتة الشاورما بتاعت اللحمه، ومش هتفرقيها عن بتاعت بره. هديها كده بقى ايه تقلبتين، والزيت معايا يسخن كويس جدا. يعني عايزه كده اللحمه تنزل معاكي تعمل معاكي الصوت دوت كده، يعني بتديها صدمه كده على النار زي ما انتوا شايفين. هتشوفي دلوقتي كده عشان ما تنزلش معاكي سوائل كتير، وهتنزليها بقى ايه واحده واحده، مش هننزلها مره واحده عشان الزيت ما يبردش معانا. جربوا طريقة الفتة الشاورما السوري اللي باللحمة دي وهتدعولي، ومش هتفرقيها عن بتاعت بره خالص. هبتدي بس ان انا هفردها كده بسيط، ومش عايزين نقلب فيها عشان ما تنزلش سوائل كتير منها. تمام. بصي بقى ده بقى كده شكلها بعد ما اتشوحت كده معايا وقربت تخش في السوا كده اهي. هنا بقى معايا بصل كده حلقات او جوانح كده زي ما انت شايفه، وهبتدي بقى وكميه البصل برضو زي ما انت حابه، وهبتدي انزل عليها كده بالبصل، وهكمل سواها بقى كده زي ما انت شايفه ايه بالبصل كده. بصوا الجمال بقى بتاعها ولونها في منتهى الجمال. حابه ان انت تضيفي طماطم وفلفل ممكن تضيفي عليها، بس انا هستكفيت بالبصل بس. وده بقى الرز كده بعد ما خلص معانا. بصوا جمال بقى الرز عامل ازاي في منتهى الجمال. انا هنا بقى بشيل كده البهارات المصححه اهي. بصوا جماله. هنبتدي بقى ان احنا هنغرف بقى مع بعض. طبعا الشاورما اللحمه ما اخدتش معانا وقت على النار خالص. انت بس يا دوب هتغير اللون بتاعها وهتمسكيها كده وتحسي ان هي معاكي استوت، خلاص هتبقى جاهزه كده معانا تمام. وتنزلي عليها بقى بالبصل زي ما انت شفتي. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو، بقى حطينا الرز وبعد كده رصينا كده العيش من على الحروف. وطبعا التشكيل بقى الطبق كده زي ما انت بتحبي تعمليه. وهنحط كده من على الوش بقى اللحمة بتاعتنا اهي، شاورمة اللحمة. وهنضيف بقى كده صوص الطحينة بتاعنا، وهتاكلي احلى واجمل فتة شاورما سوري باللحمة، ومش هتفرقيها عن بتاعة المطاعم خالص. ايه رأيكم بقى النهاردة في الجمال بتاعنا ده؟ يا رب النهارده بقى كده يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات، ولازم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. بصوا جمال الطبق عامل ازاي، روعة. وطعمها مش قادرة اوصفلك على جمالها، والله ما تفرقيها عن بتاعت بره. واستنوني بقى في فيديوهات جديدة ان شاء الله. مع السلامة.